السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزي لطيفه. اليوم ان شاء الله غنشاهدوا طريقه تحضير عصير سهل ولذيذ في نفس الوقت، عصير بنكهه الفراوله بدون فراوله. تابع معايا المقادير ومراحل التحضير. غنحتاج في المقادير لتر من الحليب، جوج ساشيات ديال الفلون اللي كتخلط مع نصف لتر من الحليب، واحد الياغور ديال الفريز، والسكر على حسب الذوق. غنجيبو كاسوره غنديرو فيها نصف كميه ديال الحليب والنصف الاخر ديال الحليب، غنخليو حتى المرحله المواليه. غنضيف عليها جوج ساشيات ديال الفلون سكر سنيده وغنخلطهم مزيان مع بعضهم، وغنوضع فوق الغطا حتى يغلى. بعد ما غلى ليا الخليط ديال الفلون غنضيفو في اناء اخر، وغندخلو الثلاجه حتى يشد فراسو، ومن بعد نتلاقاو باش نكملو. بعد ما شد ليا الخليط ديال الفلون فراسو غنجيب الكاس الخلاط الكهربائي، غنضيف فيه الخليط الفلون، غندير عليه ياغورت بنكهه الفريز، غندير عليه الحليب المتبقي، غنطحنو الكل وغنقدموه بارد ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي للعصير ديالنا. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. كيف كتشوفوا كيجي ساهل ولذيذ. الا عجبتكم الحلقه وكنتوا اول مره كتشاهدوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. في امان الله.